أصدقائي صديقاتي متابعينا في كل مكان، أهلا بيكم على قناة أيمن سبورت 2 وحلقة جديدة من حلقات فرفوش وأصحابه. إيه يا كوتش؟ إيه يا كوتش؟ هو مرتضى منصور عايز إيه من الزمالك؟ كل خير طبعا. يعني هيكون عايز ايه يا عم فرفوش؟ ولا بتقصد ايه اصلا؟ اهدى أمال يا كوتش، إحنا لسه بنقول يا هادي ولسه بنفتح الموضوع مع بعض. يعني عاجبك اللي بيحصل بينه وبين شيكابالا؟ عاجبك اللي بيحصل في نادي الزمالك وهو اللي موجود في رئاسته؟ سواء موجود ولا مش موجود هو كده كده موجود. شوف يا فرفوش، احنا نتكلم بصراحة. اوضاع الزمالك في الفترة الاخيرة مش على ما يرام، وعايزين نضع حد كزملكاوي، وكل زملكاوية لازم يوضعوا حد للي بيحصل. بداية الطريق شيكابالا لما يوضح بعض الامور وتيجي من لاعب مهم في الفريق ويؤكد ان النغمة اللي ماسكها مرتضى غير صحيحة بالمرة. إيه هي بقى النغمة يا عم الزملكاوي اللي بيرددها مرتضى؟ ما انت بما انك اهلاوي ما بتصدق تشبطه في حاجة. ابدا، يعني احنا عايزين مصلحه الزمالك، مصلحه الزمالك ومصلحه الاهلي، ده بيفيد الكره المصريه، بيخلي فيه دوري قوي. يعني هنقعد نتكلم في الموضوع التاني اللي اختلفنا فيه. ما علينا من النقطة دي. المهم النغمة اللي ماسكها مرتضى اليومين دول وعمال يأكد عليها بقاله فترة ان النادي محجوز على الأرصدة بتاعته، النادي محجوز على الأرصدة، ولا في أرصدة ولا في حجوزات، وكل ما في الأمر ان الحساب بنكي محجوز من وزارة المالية عشان الضرايب بتاعت الزمالك. وهو بقى مرتضى بيصمم ويؤكد ان ممدوح عباس حاجز على جميع الأرصدة بتاعت النادي. ده كلام فارغ، نغمة بقت خلاص بقت مملة. لحد امتى بقى هيبقى فيه تضليل؟ فين الحقائق؟ عايزين نمشي في بداية الطريق الصح. كمان ممدوح عباس او محامي ممدوح عباس اكد ان النادي الزمالك هو اللي طلب من وزارة المالية انها تحجز على الارصدة دي او الرصيد ده بالذات علشان الضرايب اللي كتيرة اللي على نادي الزمالك. يعني ايه يعني هنفضل بقى في النغمة دي كتير؟ مفيش شغلانه غيرها. الزمالك محجوز عليه، الزمالك محجوز على الارصده البنكيه، الزمالك. طب وبعدين؟ مش هنتحرك خطوه. شيكابالا فضحه، قال لك هم خدوا الفلوس دي وخصموها عليا وبتاع، وكان ايامها كان ب 3 4 مليون جنيه مصري، دلوقتي وصلت ل 47. ليه؟ اهمال اداري ادى الى كده، من 4 مليون ل 47 مليون. ده اللي يتحاسب فيها مين؟ نادي الزمالك وادارته. بصراحه كده. ايوه، يعني يعتبر ده اهدار ملعام. مش جايين بقى في قناه الزمالك وماسكين لي بقى تقول لي سافيو وجيب كام وما جاش بكام وده اهدار ملعام والحكايه ايه يا عم؟ يا عم اللي بيته من الازاز ما حدفش الناس بالطوب. طب الحل ايه يا كوتش؟ وباختصار عشان ننهي الحلقه. الحل بسيط جدا في ايد الجمعيه العموميه. مش في انتخابات في شهر 10 في نادي الزمالك؟ يا ريت بقى الجمعيه العموميه ما تختارش مرتضى عشان هو كفايه قوي عليه كده. بصراحه كده الزمالك بدأ ينهار اداريا وفنيا. عايزين نلخص الموضوع ونقول كلمتين: مرتضى في الزمالك بيساوي انهيار للزمالك. يلا والرزق على الله. ايه الشجاعه دي يا كوتش؟ شكل كده مش هشوفك تاني على العموم، سيديهاتك عنده، انت حر. اصدقائي صديقاتي متابعينا في كل مكان، يا رب يكون وفقنا، يا رب يكون اسعدناكم. يا رب ما تنسوناش باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. ويلا سلام.